لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى شغالة بس قرب المايك. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد إن الله سميع بصير. لو كانت الأرض كلها أقلام يؤخذ من هذا الشجر، كل الأرض الشجر الأردن بس ولا الأمة العربية، كل الكرة الأرضية شجر، ويؤخذ من هذا الشجر أقلام، والبحار مداد حبات، وسبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ويجي كمان سبعة أبحر وسبعة أبحر ما تنفد كلمات الله. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كل ما في الكون تحت أمر الله، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. خلق هذا الأمر وأنزل أوامره حتى العين تشتغل والقلب يشتغل والقلب يشتغل والسمع والبصر والرجلين بأمر من الله. لو بقيت الأقلام تتكسر والبحار تنتهي وما نفدت كلمات الله. كيف جئت للدنيا؟ باختيار الله. من أي عشيرة، من أي قبيلة، من أي بلد، اختيار الله. ذكر أم أنثى اختيار الله. بجانب بيت المقدس ولا بجانب المسجد النبوي الشريف ولا بجانب مكة ولا في الهند ولا في اليابان، هذا بأمر الله، اختيار الله. الحمد لله على اختيار الله. الحمد. شو دائما نقول مساء؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد سيدنا محمد نبيا. رضا الله، انت راضي عن الله في الحاله اللي انت فيه. ما جيتش يهودي، ما جيتش يعني سيخ ولا بوذي، ما جيت نصراني. يا لو جينا نصارى ولا يهود، هذا اللي يقنعنا في الاسلام الحمد لله. وجينا في جانب بيت المقدس، القدس الشريف، اقرب منطقه لتحرير الاقصى، الشرف العظيم. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد النبوي والمسجد الحرام للعبادة للعاكفين والراكعين والساجدين، وبيت الله المقدس للمقاتلين المجاهدين موطن المجاهدين والمقاتلين إلى يوم القيامة. الله أكبر. فالله أكرمنا وجينا في بيت المقدس، المعراج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المعراج هو معراج الأرواح. لما يجيبوك من أرواحنا من أمريكا ولا اليابان فهنا جنب المعراج. لا يعلم بوصف هذا المعراج إلا الله، وكل واحد منا راح يركب هذا المعراج. الله أكرمنا وجينا من عالم الأرواح ثم إلى عالم الدنيا، إلى عالم الأرحام 9 أشهر. وأنتم تعرفوا كيف الإنسان بدايته نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم الممضوغ، ثم أمر جبريل عليه السلام بنفخ الروح فينفخ فيه الروح في عالم الأرواح، ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد في عالم الأرواح الأرحام. ثم ينزل إلى الدنيا. المسلم يجيبوا له الكفن، الكوفرية البيضاء، كفن أبيض صغير على قده، بيأذنوا في أذنه الدعوة التامة، مش دعوة ناقصة، دعوة تامة. بس هذا للمسلمين. أما اليهود والنصارى والبوذيين ما لهم كفن أبيض ولا أذان في أذانهم، لا يؤذن لهم، لأن المسلم داعي لهؤلاء
بدك تكون دعوة تامة لكل العالم، وين ما تروح تذكر في الله، وتنتهي حياتك كمان بالدعوة تامة. 4 تكبيرات لا ركوع ولا سجود فيه. كوفلية أكبر وبيأذنوا عليه. التكبيرة الأولى الفاتحة، الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة الدعاء للميت، ويختم بالدعاء للأحياء: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله. أي احنا كمان لاحقين، بتيجي على المقابر بتلاقي فيها من ابن يوم أو سقط نزل من بطن أمه إلى أبو أكثر من 100 عام. تجد العالمين مليانة التراب من عجب الذنب. كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منها يركب يوم القيامة. آخر العمود الفقري قصص، هذا لا يبلى. لو جابوا 20 طن ونزلوا عليه ما بتكسر، يظل زي ما هو. ومنها يركب يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وكل واحد بيعرف وين جسده برواية. الصور في كل صور الخلائق. كيف إدارة السير بدك تروح ترخص السيارة، بعد ما ترخص تروح على سيارتك، بعد ما ينفخ في الصور كل واحد على جسده. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. شوف مثل الجراد الناس. هذا الإنسان بمر في أطوار كثيرة، منها عالم الأرواح، عالم الأرحام، عالم الدنيا، عالم القبور، عالم المحشر، الميزان، الصراط. إحنا لسه في المرحلة الثالثة، من عالم الأرواح إلى عالم الأرحام إلى عالم الدنيا. قريبا جدا تنتهي الدنيا مثل ما انتهت على من سبقنا. يلبس الواحد اللباس الأبيض ويقابل الله عز وجل. المؤمنون أمثالكم إن شاء الله، بس يموت يعني بيجي ذكرى من الله، كل واحد خايف. وإذا نداء من قبل الحق عز وجل: افرشوا لعبدي من الجنة، البسوه من الجنة، افتحوا له باب إلى الجنة. تلاقي المؤمن بيعرف افرشوا لعبدي، البسوا عبدي من الجنة، افتحوا له باب إلى الجنة. يعني خجل بصير الخجل، شو قدمت أنا لهذا الموقف العظيم؟ لهاي الزنزانة السوداء ما فيها إلا العمل الصالح. ما بتشوف إلا رجل بحسن الثياب، طيب الريح، جميل المنظر، ولا هو داخل عليه: مين أنت يا أخي؟ والله وجهك بيجيب الخير. ولا أنت مش عارفني؟ أنا عملك الصالح، أنا جليسك حتى تقوم الساعة. الله أتبع معك أنسك. فيوسع له في قبره مد بصره. كاس مية حطيناه هون بعدين جنبه. جزاكم الله. بسم الله. وإذا الأعمال الصالحة تتبادر، وإذا كل عمل صالح مجسم. سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها وقصها على أصحاب الصفة: رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه حتى يموت على أحسن حال. ورأيت رجلا من أمتي احتوشته الشياطين، فجاءه ذكر الله فطرد الشياطين عنه. وانت جالس هيك غافل او بالسولف، بعدين قلت خلينا نحول عن دين نذكر الله، الشياطين فعلا يجوا الملائكه، الشياطين بتفل. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية في قبره، فجاءه وضوءه فاستنقذه. ورأيت رجلا من شو بيجوا؟ مش يعني يقول بيجوا بشكل حسن الثياب، طيب الريح، جميل المنظر. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته
الملائكة بدهم يعذبوه فجاءته صلاته فاستنقذته. الله. ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام رمضان فأسقاه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتي كلما دنا من حوض منع وطرد. حوض سيدنا إدريس، موسى، عيسى، كل نبي له والذين آمنوا معه عنده. وكل ما يجي عند حوض يمنعون الملائكة تلست من هذه الأمة. وإلا الرجل جاء ماسك بيده وحطه جنب الرسول بالضبط. مين أنت اللي الله قال من فيك؟ قل له أنا غسلك من الجنابة. يا سلام، والله أنا ما كنت أعرف أنه غسل من الجنابة بده يصير هيك يأخذ بإيده. فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده وأجلسه إلى جنبه. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحكو أحيانا تحت جهنم تغلي. فجاءته صلاته علي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكثر من الصلاة على النبي خاصة لما يقول عدد خلقه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره كل مسجد. عدد ما في علم الله كل مسجد، بس أضيف لك كلمة كل مسجد. شو أذكار كبيرة جدا. جاءت صلاته عليه فأقامته ثم مضى. أنت يا أخي مين قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه فجاءوا أفراطه أولاد اللي ماتوا قبله يعني صغار، ووضعوا في كفة الحسنات فرجحت وطاشت كفة السيئات فأمر به إلى الجنة. ورأيت رجلا من أمتي يريد الدخول على الله، يعني ما بقي إلا بس حجاب ويدخل على الله. طبعا بعد وسأل بعد فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده وأدخله على الله. من أنت يا أخي؟ قال أنا حسن الخلق. والرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ أقربكم مني مجلسا، مش منزلة، كمان مجلسا قريب من الرسول في المجالس. أحاسنكم أخلاقا. قالوا حسن الخلق اثنين، بسط الوجه ولين الكلام. دائما نحكي أحسن كلمة واحكي، مش تجيب كلام بذيء. إن الله يبغض الفاحش البذيء. حتى لو كانوا الأولاد يلعبوا على التليفونات ما شاء الله مليان علوم. في المكتبة الشاملة 70,000 كتاب. في الأربعين النووية بتحفظهم من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة العلماء وقيل في زمرة الشهداء. فأنت تفتش وتلاقي إنك حافظ أكثر من 40 حديث، بس بدها مذاكرة مع الأولاد. ورأيت رجلا من أمتي يريد الدخول في الجنة كلما دنا من باب وغلقت الأبواب 8 كلها دونه، فجاءت شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ففتحت له الأبواب 8 ودخل من أيها شاء. هذا بعد الوضوء من واحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتحت الأبواب شهادة لا إله إلا الله أعظم شهادة. أعطانا ربنا سبحانه وتعالى الصلاة في المعراج، أعطانا أيام فوق 7 سماوات، حتى كل واحد يطلب من الله وأقرب ما يكون من ربي وهو ساجد. واحد زوجته معها سرطان وسجد سجدة والله يا رب ما برفع راسي لو بتفجر، وظل إلا أسمعها تقول المرأة الحمد لله، ظل ساجد يقول الحمد لله فطابت من السرطان فرفع راسه. سجود قريب من الله. واحد لما يسجد أقرب منطقة إلى الله عز وجل هاي النقطة. تحط خشمك وجبهتك لله فاطلب لح على الله. الله يحب العبد اللحوة. يا الله يا رب يا رب.
يا الله يا الله يا رب فلان يا رب تهدي البشرية، يا الله تهدي الإنس والجن، مش بس لنفسك، اهدي للكون كله، كل واحد له مكان في الجنة، كل واحد له مكان في النار. والإمام الشعراوي يقول كل واحد له مكان في الجنة ومكان في النار شاغر. فإذا ما آمن أخذوا المؤمنين، أخذوا حصة الكفار في الجنة، والنار وأخذها الكفار حصة المؤمنين بتورثوهم. فالواحد يطلب من الله في السجود يا الله أعطانا أعظم سبب للاتصال به الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة مباشرة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، خليها هيك شوي شوي يصليها ركعتين. بقول له ركعتين في تدبر خير من 100 ركعة بلا تدبر. ركعتين بخشوع تدبر، صلين بالليل بعد العشاء طول فيه. الحمد لله رب العالمين، مده الرحمن الرحيم، اطلب منه. انتهى الفاتحة شملت كل القرآن العظيم. بعدين سبحان ربي العظيم ثلاثة الأذكار الركوع. سبحان تنزيه الله عن كل نقص، ربي اللي بربيني برب العالم كله، العظيم ربي عظيم. سمع الله لمن حمد، ربنا يسمع حمدك، لا ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا بين كل كلمة، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. انت قاعد بتبين عن قدرة الله، وملء ما شئت من شيء بعد. لا يقول والله ما بقدر نعرف قديشها، وملء ما شئت من شيء بعد. يا سلام، بس الحمد يا الله قد ربنا سبحانه وتعالى يحب الحمد. وقف واحمد الله، مش فيه ولا راعي، بس ما أسبق ظهره لا ركوع ولا سجود. لركعتين في تدبر خير من 100 ركعة بلا تدبر. مرة نصلي بمسجد القدس، اجى واحد صلى 4 اللي قبل الظهر، و4 الفرض، و2 اللي بعد الظهر، والله يمكن ما في دقيقتين. سريع. قلت له لو صلى له 4 بس فرض كويسات أحسن. وقلت له تأنى. وفي ناس كثير زي هيك. سيدنا عمر يقول يشيب عارض الرجل يصير 60-70 سنة ولا يتم لله ركعتين، ما جاب ركعتين كاملة. واحنا كمان معهم، تفكرنا احنا مرات الشيطان مشداد علينا بسرعة بيجيب لك خيالات، بصير تتخيل وين بدك تروح وين تيجي وشو بدك تسوي وشو بدك تعمل، بيدخلك في متاهات. إن الإبليس 9 من الولد، 1 للصلاة اسمه خنزب، 1 للوضوء الولهان وسوسة جبت 1 ثمر للويل والثبور، والأعور للقتل، مبسوط الشيطان يدخل بين الرجل وأهله داسم، يرميها بالعيب عنده ويرميهم بالعيب عنده. شغالين فينا، بس تيجي تصلي إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان أميال بروح، إذا انتهى الأذان أقبل بتركنا عانى. وإذا ثوب إلى الصلاة وقيمت الصلاة أدبر، فإذا انتهى التثويب أقبل، فيخبر بين المرء ونفسه والوسواس خناس. يقول ابن عباس الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، خطمه مثل الفيل يعني بوزه حطول، فإن ذكر الله خنس وإن لم يذكر الله وسوس. مثل الدم يجري من ابن آدم مجرى الدم، اللي يضيق مجاري إذا مشات في الصلاة صلحت كل أعمالك، تلاقي بالأخلاق، الذكر، قراءة القرآن. في ناس وين عندي يلزم ساعة وساعتين 3 و4 والصبح، تعرف ساعة واحدة ويقدر يصلي على النبي 1000 مرة، يقضى له 1000 حاجة. تعرف بالساعة هاي
تقرأ 5 أجزاء البقرة كاملة. ليش كان يقول أول والله كان يقول الإمام الشافعي 100 ركعة، الإمام أحمد أكثر. كان يقرأ صفحة تأخذ دقيقة دقيقتين الفاتحة والأخرى ويركع ويسجد، مثل هيك كان يقول هاي 100 ركعة. بعد ما في أخبار 8 ولا أخبار 7 ولا الإرادة تضرب، لا لا لا، بعد المغرب كله قيام للفجر. ليش كان الإمام الشافعي يختم في النهار ختمة وفي الليل ختمة برمضان؟ واحنا يا دوب سورة الملك، بشوف لك بعض الناس حافظ سورة الملك مشان ينجى من عذاب القبر وبيقراها بسرعة خلاص. هو سيء سورة ياسين لقضاء الحوائج، حافظ 4-5 سور كويسات، بس وين لما هيك تخالف نفسك وهذا التليفون حطه على جنب وابدأ قراءة القرآن. تحسن أخلاقك، حسن الخلق، بسط الوجه ولين الكلام، بصير أعمالك خالصة لوجه الله. سبحان الله، كل عمل تبتغي به وجه الله، تربية الأولاد، الأكل، الشرب، بصير كل أعمالك منسوبة إلى الله لله. تصدق لوجه الله، ركعتين لوجه الله مشان تشوف الله سبحانه وتعالى، وجه الله، نكون قريب من الله في الآخرة. باب خصوصي للدخول على الله في الجنة. الله يجعلنا من أكثر الناس الذاكرين المصلين. شوف واحد قيام الليل ما يقدر يصلي من يرد 8 ركعات 20 ركعة، حاول الليلة قول بدي أصلي مثل الإمام الشافعي، خليه مثل الإمام أحمد. اليوم هي كل صفحة الفاتحة وصفحة، ما أسهلها، ركعة دقيقتين. والله بهالليلة قديش الساعة 30 ركعة. ومنهم من كان يجلس ومنهم كان يعني يصلي وجالس، تلاقي أسهل سهل عليك. لماذا ظلك قايم؟ لماذا تعب تقعد؟ وهذا كله لا يأتي إلا بالمذاكرة. ولذلك بنخرج 3 أيام بالشهر زكاة الشهر، 3 أيام بتزكيهن، تطلع تتمرن مع الصحبة الصالحة ومع الناس الصالحين في بيوت الله. نسمع ونكرر ما تكرر على اللسان وعلى الآذان تقرر في القلب، وتصير حياتك كلها دين. تصير أنت من أهل الله. من هم أهل الله يا رسول الله؟ قال أهل القرآن وخاصته، يعني الخواص عند الله. 3 أيام والله كثير، قاعدين نطلع خميس مساء تقريبا يعني، وجمعة فاضي، والسبت مساء، وبعدين يوم الأحد مداومين كثير. بكرة في هذا القبر حياة طويلة، يصير يقول يا ريت كل حياتي كانت بالشكل، 27 يوم للدين و3 أيام للدنيا. ولد مثلا الصحابة رضي الله عنهم، ولد في مكة وهاجر إلى المدينة وقبره في اسطنبول. ولد في مكة وهاجر إلى المدينة وقبره في سيدنا أبو عبيد وسيدنا معاذ وزوجتيه وابنه عبد الرحمن. وين؟ في الغور. 36,000 صحابة خرجوا يبلغون الدين، مذاكرات. الدين هذا لا ينتشر إلا بالمذاكرات. شفت زي الباذنجان البطاطا والبندورة زاكية كثير، دماء الصحابة. مرة واحد عسكري قال والله تدرك له الصلاة عن سيدنا أبو عبيدة في الستينات، قال وأذن وقيم الصلاة. قال لما دخلت أصلي في الجامع شعر راسي وقف، شفت إنه عالم كثير دخلوا. قلت يمكن من الصحابة وهم أحياء يرزقون أو ملائكة متعطشين للأذان. كان هذيك الأيام الستينات اللي يأذن ويصلي هذا مسكين مجنون، الله يعوض على أهله. وين كان الدين غريب جدا. قال لما خلصت صلاة وسلمت شعرت كلهم طلعوا، شو أصوات. إذا أذن وأقام لصلى خلفه من الملائكة والجن ما يملأ السهل والبحر. مد بصره مد البصر. ال3 أيام هذول تحيي روحك، قلبك، إيمانك بزيد، صلاتك فيها خشوع، ذكرك بصير تمام، تصير معاملتك مع اللي مع خارجين مع أهلك تصير أحسن معاملة. مستعدين إن شاء الله؟ مستعدين. وهي حياة الدعوة، هذه الدعوة.
أبو حازم يعني جرب وشاف، أحب ما عليه يشوف جماعة ثانية. مرة والله منسف ومقلوب، مش بس واحد، فرحت بالجماعة وكان جيران أولاد أختي، بيني وبينه معرفة قديمة، نحبه في الله. أظل قرانه كلهم ما شاء الله أهل الدين. أبو رامي المطارنة قرابته كلهم بخرجوا في سبيل الله. كان معنا الواحد خاصة ويحيى سليمان، يا سلام، بطل من أبطال الدعوة. هيك لك مستعدين إن شاء الله؟ مين مش مستعد؟ ما كلكم منزلين ايديكم، دليل عنكم بتحبوا الدين، بتحبوا الدعوة وتنتشر الدعوة. مستعدين؟ يجاوب الله اليوم وسلم عليكم يا صديقي. كنا بالإفتاء أنا وياه عند الشيخ المعفر وكان على القيادة. إكرام تفضل. خلينا بعد هالكلام الطيب